السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنخزن مع بعض النهاردة التوم وبطريقة جميلة جدا، وهنستغل كل جزء في التوم، مش هنرمي منه أي حاجة. بالنسبة لفصوص التوم، ده بعد ما خلصناه وعملناه وفرزناه زي ما انتوا شايفين، مقسماه مكعبات عشان يبقى سهل عليا ان انا اطلع منه الجزء اللي انا عايزه استخدمه. وبالنسبة لعيدان التوم هنستخدمه استخدام جميل جدا، هنعمل منه جزء للبوكيه جارنيه والشربات، وجزء هنعمله نستخدمه في خلطات المحشي وفي المسقعة وفي البتنجان وفي المخللات، هيبقى حلو جدا. وهنعمل مع بعض النهاردة التوم البودر بطريقة جميلة وجديدة جدا ما اتعملتش قبل كده، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا على الطريقة. هكون مجهزة طبقين، طبق هحط فيه فصوص التوم، والطبق التاني هحط فيه القشر بتاع التوم، والصينية عشان احط فيها العيدان بعد ما انضفها. زي ما انتوا شايفين شكل العيدان نظيف ازاي. وهبدأ ان انا انضف كل كمية التوم اللي انا هخزنها. هبتدي افصل العود عن راس التوم، وهشيل الجزء اللي تحت، وهحضر جنب مني طبق علشان احط فيه الحاجات اللي انا هرميها. وهبتدي اشيل القشرة الخارجية راس التوم ديت، هرميها، هستغنى عنها، مش هعمل فيها حاجة. وبالنسبة للعود هبتدي انضفه برضو، هشيل الجزء اللي فوق، وهبتدي استغنى عن الكام ورقة الاولانيين علشان دي ما بتبقاش نظيفة. ودي كل كمية التوم اللي انا هشتغل فيها بعد ما نضفتها. ادي راس التوم شكلها اهو بعد التنظيف، والعيدان برضو شكلها بعد ما نضفتها. ويلا بينا ندخل على الخطوة الجاية. وهبتدي اشتغل في كل كمية راس التوم اللي معايا. هشيل القشرة الخارجية اللي انتوا شايفينها ديت وهحطها في طبق، والفصوص هحطها في طبق. القشر دوت اللي هو القشر النظيف، انا خلاص استغنيت عن القشرة الاولانية اللي هي مش نظيفة. وهفصل كل الكمية بنفس الطريقة، وهقول لكم القشر دوت هنستخدمه ازاي. بعد كده في جزء تحت بيبقى ناشف وجامد في راس التوم ديت، هتخلص منها بالسكينة وهرميها علشان ما تبوظش الكبة وانتي بتفرميها. زي ما انتوا شايفين اهو خلاص. وبعدين بفصص كله لغاية ما بوصل للنص. النص بيبقى فيه جزء كده عمود صغير بيبقى برضو ناشف، ده هتخلص منه. وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة. كده خلاص انا خلصت كل كمية التوم اللي معايا، خليت الفصوص في طبق والقشر في طبق. بالنسبة للقشر هتلاقي ان في كذا طبقة لازقة في بعض، هنبتدي نفك الطبقات دي من بعضها. زي ما انتوا شايفين اهو، ممكن تكون طبقتين او 3، هبتدي افصلهم عن بعض واحطهم في طبق تاني، وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد كده هبتدي اجهز عيدان التوم. بالنسبة للجزء اللي فوق راس التوم على طول هيبقى ليه استخدام، والجزء اللي بعيد عن راس التوم هيبقى ليه استخدام تاني. هبتدي افصل الجزء اللي فوق احطه في طبق، وبقية العود هبتدي اقسمه نصين زي ما انتوا شايفين كده، علشان اشيل الجزء الناشف اللي فيه من جوه. بعد كده هبتدي اقطعه لقطع صغيرة وهحطه في طبق تاني. هنعمل مع بعض عود كمان. ادي الجزء البعيد عن راس التوم هبتدي احطه في الطبق، وبعدين افتح بالسكينة العود نصين علشان اشيل الجزء الناشف اللي فيه. زي ما انتوا شايفين اهو، بيبقى فيه جزء طري، ساعات بيبقى طري وساعات بيبقى ناشف. لو طري هخليه، وهقطعه قطع صغيرة واحطه في الطبق. خلاص خلصنا كل كمية العيدان اللي معانا. بالنسبة للجزء اللي هو اللي بعيد عن راس التوم هبتدي اقطعه لأجزاء صغيرة. وبكده احنا خلصنا كل التحضيرات قبل مرحلة الفرم. وهبتدي اضرب فصوص الثوم. لو عندك المفرمه العاديه او المفرمه الكهرباء عادي افرمي فيها. بالنسبه للكبه تقدري تتحكمي في سمك الثوم، لو عايزاه ناعم زودي الضرب عليه. ولما تيجي تضربي الثوم في الكبه ابتدي اضربي شويه وريحي الموتور شويه، ما تضربيش مره واحده لغايه ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. بعد ما تخلصي الفرم بتاعك هتبتدي تفضيه في صينيه وتحطي كميه تاني من الثوم وتكملي فرم لغايه ما تخلصي كل كميه الثوم اللي معاكي. بعد ما فرمت الثوم وحطيته في صينيه هبتدي اضيف له الملح. كل كيلو فصوص ثوم مفروم هبتدي احط له معلقه كبيره ملح. دول 2 كيلو فحطيت لهم 2 معلقه كبار ملح. بعد كده هقلبهم كويس واضيف لهم شويه زيت. الزيت بيساعدني ان الثوم يبقى سهل ان انا اطلعه منين ما احب اطلعه، ما يبقاش ماسك مع بعض جامد لان هشيله في الفريزر. واقلبه كويس علشان اوزع الزيت على كل كميه الثوم. بعد كده هبتدي اوزع الثوم في اكياس التلاجة. بالنسبة وانتي بتحطي في كيس التلاجة ما تمليهوش للنص، انا عايزاكي تمليه للربع بس لان لسه هنفرد الثوم في قلب الكيس.
او شايفين الكمية اللي انا حطاها في قلب الكيس. بعد ما وزعت كمية التوم كلها هنبتدي نظبط الاكياس. همسك كل كيس وابتدي افرده. هبتدي امسك الكيس وابتدي احطه بالعرض وابطط وافرد، وبالايد التانية عاملة حاجز كده علشان ما يعديش الجزء اللي انا عايزاه يتفرد فيها، لان انا عايزة ربع الكيس يبقى فاضي من فوق، لان لسه لما هبتدي اقسمه مكعبات هيزيد في الحجم. وانا بقسم المكعبات اللي انا بحتاجها وبستعملها، يعني انت ممكن تعملي مكعبات صغيرة او مكعبات كبيرة على حسب استخدامك. بعد كده هبتدي اساوي اخر صف لان هو شكله مش متساوي. بعد ما سويته هبتدي اتني الكيس عليه، وهبتدي اشيل الكيس بالراحة واحطه في صينية لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. وهنعمل مع بعض كيس كمان علشان تشوفوا الطريقة تاني. طريقته سهلة وبيديكي نتيجة جميلة جدا، وبيسهل عليكي طول السنة، منين ما تحبي تسحبي بتسحبي بسهولة. وهعمل كل الاكياس بنفس الطريقة، وهحط الاكياس فوق من بعضها في الصينية علشان احطهم في الفريزر عشان لما يجمدوا يبقوا محافظين على الشكل بتاعهم. زي ما انتوا شايفين شكله بقى عامل ازاي. هشيله بعد كده في الفريزر، وبعد ما يجمد هشيله من الصينية واحطه في شنطة بلاستيك وارجعه تاني في الفريزر. بعد كده ندخل على عيدان التوم. ده بالنسبة للجزء اللي هو كان بعيد عن راس التوم. بعد ما قطعته قطع صغيرة هبتدي اوزعه في الاكياس. ده بيبقى سهل عليا ان انا استخدمه في عمل الشوربات او في البوكيه جارنيه. وهطلع الهواء من الكيس، وبعد كده هو تقفل الكيس كويس واشيله في الفريزر. بالنسبة لباقي عيدان التوم هبتدي اكون محضرة فلفل حامي واشيل الجزء منه اللي فوق علشان هبتدي افرم الفلفل الحامي مع بقية عيدان التوم. ده بيبقى جميل جدا لما تيجي تستخدميه في عمل خلطات المحشي او في البتنجان او في المخللات. بيبقى جميل بيسهل عليكي. وفي تتبيلة السمك يعني استخداماته كتير جدا. وقبل ما اضرب العيدان في الكبة هبتدي اقطعه قطع صغيرة، والفلفل الحامي برضو هقطعه قطع صغيرة. لكن لو انت هتفرميه في المفرمة العادية او اللي بالكهرباء ما انتش هتحتاجي انك انت تقطعيه قطع صغيرة. وبالنسبة لكمية الفلفل الحامي بتبقى نص كمية العيدان بتاعة التوم، ولو انت حبيتي تزودي شوية او تقللي شوية براحتك. وهنزل بعيدان التوم والشطة في قلب الكبة وابتدي افرمهم، وهبتدي اضربه كويس لغاية ما تحسي ان هو ناعم معاكي. خلاص كده اقفلي وفضيه في طبق، وهنضيف له شوية ملح ونقلبه كويس، وبعد كده نضيف له شوية زيت ونقلبه تاني كويس، ويبقى كده بقى جاهز معانا. وهكون محضرة اكياس تلاجة وابتدي احط الكميات واقسمها في اكياس، وكده بقى جاهز معايا. انا بس مورياكم في كمية صغيرة، بس هوريكم شكل الكمية بعد ما تخلص كلها مع بعض. بيبقى فعلا طعمه حلو جدا في الاكل، ليه طعم مميز تاني غير فصوص الثوم نفسها. شايفين شكله عامل ازاي؟ هبتدي ابططه واطلع الهواء من الكيس قبل ما اقفله، واقفله كده خلاص كده تمام، واشيله كده في الفريزر. ودي كل الكمية بعد ما خلصتها. فاضل اخر حاجة هنعملها مع بعض اللي هو قشر الثوم. زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. بعد ما فصلنا كل الاوراق عن بعضها هبتدي احطه في الشمس لمدة يومين 3 لغاية ما ينشف معايا. ده شكله بعد ما حطيته في الشمس ونشف، عشان لما تيجي ندخله الفرن ما ياخدش معاكي وقت. وطبعا تكوني مغطياه بقماشة خفيفة عشان مفيش اي حاجة تقف عليه. وهنكون مسخنين الفرن كويس جدا قبل ما ندخل صينية قشر الثوم في الفرن. وبعد ما ندخل قشر الثوم في الفرن نبتدي نوطي درجة الحرارة ونخليه على مهله. بس اهم حاجة انك انت تكوني متابعاه كل شوية كل شوية، تفتحي عليه وتبتدي تقلبيه وترجعيه تاني لغاية ما كله ياخد اللون الذهبي. وهو ما بياخدش وقت طويل في الفرن. وشايفين شكله عامل ازاي بعد ما دخلته الفرن بقى لونه ذهبي وجميل. وهبتدي اضرب قشر الثوم الاول في الكبة علشان زي ما انتوا شايفين القشر كتير وهايش، يقل حجمه شوية، وبعد كده هضربه في المطحنة.
شايفين حجمه قل ازاي؟ هضرب كل القشر بنفس الطريقة. ادي كمية القشر كلها بعد ما ضربتها في الكبة. بعد كده هجيب المطحنة وابتدي اطحنه. وده شكل قشر التوم بعد ما طحنت كل الكمية. هبتدي بعد كده اصفيه علشان يبقى كله ناعم. زي ما انتوا شايفين شكله بقى عامل ازاي. ده الجزء الناعم وده الجزء الخشن. هرجع اضرب الخشن ده تاني في الكبة لغاية ما يبقى كله ناعم بالشكل ده. وعشان تحافظي عليه تحطيه في علبة بلاستيك وتقفليه كويس وتحطيه في التلاجة. ريحته جميلة جدا. وبكده احنا خلصنا كل مراحل تخزين التوم. وبكده احنا استغلينا التوم احسن استغلال. طلعنا منه المفروم وطلعنا منه البودر. وبالنسبة للعيدان عملنا الجزء للشربات والجزء التاني عملنا بالفلفل الحامي واستخداماته كتير جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. واشوفكم على خير.